لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من باريس الإعلام الرياضي حمزة شتاوي. سيد حمزة، مرحبا بك معنا في سكاي نيوز عربية. إذا منافسات الشامبيونز ليج تعود اليوم في عفوا من الرباط وليس من باريس. سيد حمزة، كوبنهاغن ومان سيتي ولايبزيغ وريال مدريد، قبل أن نتحدث عن تفاصيل هاتين المواجهتين بشكل عام، سيد حمزة، هل ستبدأ البطولة فعليا من دور ال16 أم ممكن القول أنها ستبدأ لاحقا وليس هناك من معارك يعني كبيرة الآن؟ مساء النور زميلتي، مرحبا بك ومرحبا كذلك بكل مشاهدي وأوفياء شاشة سكاي نيوز عربية. أكيد المسابقة الأغلى في القارة العجوز على مستوى الأندية، دوري أبطال أوروبا، واحدة من المسابقات التي يعني تلفت الانتباه وتخطف الأنظار سواء على الصعيد الأوروبي أو كذلك على الصعيد العربي بالنظر لقيمة الأندية وقيمة النجوم المشاركين في هذه المسابقة. أكيد هذه المسابقة تنطلق وإن كانت ليست بالشكل أكبر من دور ال16، ولكن هذا الدور أكيد دور خروج المغلوب لا يقبل يعني الخطأ، فبذلك أي خطأ قد يكون مكلف حتى بالنسبة للأندية الكبيرة. دور المجموعات هناك مجال للتعويض كما هو معروف في جميع المسابقات اللي بها أدوار إقصائية، ولكن دور خروج المغلوب تختلف فيها الأمور، تختلف فيها المعطيات. اليوم كوبنهاغن هذا الفريق الذي يعني أرهق كبار القوم في القارة العجوز وأكد تفوقه في دور المجموعات، فأكيد يبحث عن مواصلة هذه المفاجأة، وإن كانت يعني المهمة ستكون صعبة أمام بطل النسخة الماضية، أمام فريق لا يشق له غبار، فريق مدجج بالنجوم بقيادة حكيمة إسبانية من المدرب والمدير الفني بيب غوارديولا. ولكن في هذا الدور أكيد الأمور تصبح أكثر صعوبة وأكثر تركيز على جميع الأندية، لأنه لا مجال للخطأ في دور خروج المغلوب. غوارديولا صرح في المؤتمر الصحفي قبل لقاء كوبنهاغن أنه هذه المباراة ستكون صعبة وعليه أن يكون مستعدا للمعاناة، وعلى اللاعبين أن يكونوا مستعدين على المستوى الذهني. ما رأيك؟ هل هذا فعلا تصريح صريح وشفاف، خاصة أنه كوبنهاغن فريق قوي صعد على حساب اليونايتد وجالاتا سراي، أم هو تمويه لإراحة المنافس نفسيا قبل يعني القضاء عليه في الملعب؟ أكيد هو بيب غوارديولا ما نعرفه عن الرجل حتى في تصريحاته، حتى عندما كان مدربا لسنوات سواء في برشلونة أو بعد ذلك في بايرن ميونخ أو في مانشستر سيتي. هذا المدرب يحترم الخصوم كيفما كانت قيمتهم، سواء حتى وإن كان الخصم من الدرجة الأولى والثانية أو الثالثة. حتى في مسابقات الكاس عندما يواجه أندية متواضعة يحترم الخصوم بشكل كبير وكبير جدا. غوارديولا هو المدرب الذي يستعد لجميع المباريات وكأنها مع أندية كبيرة، ولكن اليوم هناك بعض المعطيات التي تفرض على غوارديولا أن ينبه لاعبيه فعلا وأن يكون صريحا، وهو يصف فريق كوبنهاغن بأنه ليس بالمنافس السهل. لأنه كوبنهاغن إذا ما قرأنا يعني حتى مسار هذا النادي الذي يعتبر يعني الحصان الأسود حتى الآن إن صح التعبير في دور المجموعات، الذي تأهل في مجموعة صعبة إلى جانب مجموعة ضمة تتأهل على حساب جلاتا سراي التركي، على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإن كان الشياطين الحمر لا يمرون بأفضل حالاتهم في تلك الفترة، ولكن تأهل ب8 نقاط. نجح أن يسجل 8 أهداف، واحد من الأندية اللي عنده إمكانيات كبيرة. كوبنهاغن هو من أرهق بايرن ميونخ كذلك، لا ننسى على أنه في دور المجموعات واجه يعني فريق كبير من قيمة بايرن ميونخ، وهو الفريق الوحيد الذي فرض التعادل على الفريق البافاري. فبذلك اليوم بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يعلم يقينا على أن كوبنهاغن صحيح ليس بذلك الخصم الكبير، ولكن ليس بذلك الخصم السهل، فيحتاج إلى أن يعد العدة تفاديا لأي مفاجأة غير سعيدة، لأنه يعلم يقينا أن الوصول للقب والحفاظ على اللقب يعني يستوجب أن تحضر لجميع الخصوم، لأنه مجرد وصول الفريق الدنماركي لهذا الدور يعني أنه لديه إمكانيات ولديه قدرة على مباغتة الجميع. فعلا، وحتى مدرب كوبنهاغن يعني كان واثق من نفسه وقال أنه صحيح أنه السيتي فريق جيد ولكن لاعبوه يمتلكون قدمين مثل لاعبينا، بمعنى أنه ليس خائفا من المواجهة. طيب دعني أسألك عن المواجهة الأخرى المرتقبة بين ريال مدريد ولايبزيغ في ألمانيا. طبعا الريال سيغيب عنه عدد كبير من لاعبيه، ابرزهم جود بيلينغهام بسبب يعني إصابة شديدة في كاحله، وبالتالي سيغيب له أسبوعين أو أكثر.
هل سيؤثر غياب هذا النجم بيلينغهام على الفريق، علما أيضا أنه لايبزيغ ليس بالفريق السهل؟ أكيد. أولا أقول كان الله في عون كارلو أنشيلوتي، لأنه جيت أكتب يعني في التحضير عن الإصابات أحتاج إلى صفحتين لأكتب يعني عدد الإصابات التي واجهها ريال مدريد، ليس في هذه المباراة وإنما هذا الموسم. أنا أعتبر اليوم كارلو أنشيلوتي بداية من أفضل المدربين في العالم في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات، الذي دبر مرحلة صعبة، مرحلة الإصابات، بطريقة رهيبة جدا. هذا المدرب أعتقد لم يأخذ حقه إعلاميا في وسائل الإعلام الأوروبية بشكل كبير كما أخذه مورينيو من قبل وغوارديولا من قبل. هذا من جهة. غيابات ريال مدريد، نتحدث عن كورتوا البلجيكي الذي يغيب منذ فترة، إيدير ميليتاو كذلك لاعب عنده إمكانيات كبيرة، نتحدث عن ديفيد ألابا، عن روديغير، عن جود بيلينغهام الاسم الكبير والذي يعتبر يعني خليفة كريستيانو رونالدو في الكتيبة الملكية إن صح التعبير. هذه الأسماء عندها قيمة كبيرة، لكن اليوم علمنا ريال مدريد بقيادة الماستر كارلو أنشيلوتي على أنه يعرف كيف يدبر المرحلة بشكل جميل جدا. هذا المدرب نجح في أن يجعل في كل بروفايل من لاعبي ريال مدريد أنه كل لاعب قادر على أن يلعب في أكثر من مناسبة. اليوم أعتقد أنه حتى الانتصار برباعية على جيرونا يعني سيعطي أريحية أكبر ذهنيا للاعبي ريال مدريد في للتفكير في مباريات دوري الأبطال بطريقة جيدة. نقاط قوة ريال مدريد يعني حتى وإن شاهدنا قراءة في نقاط قوة ريال مدريد في الفترة الأخيرة نجدها على أنه في تعدد الخصائص بالنسبة للاعبين، وهذه قوة تحسب لكارلو أنشيلوتي، وكان قد فعل نفس الأمر لما كان مدربا في حقبة ذهبية مع نادي ميلان الإيطالي. فبذلك اليوم يعني توظيف كارفاخال وتشواميني في مركز قلب الدفاع تحسب لهذا المدرب وأدائهم كذلك، بالإضافة إلى توظيف كامافينجا كظهير أيسر في العديد من المناسبات. اليوم الحارس البديل يعني لونين قدم كذلك حضور كبير لما عوض تيبو كورتوا البلجيكي الغائب. اليوم سرعة فينيسيوس ورودريغو كذلك تخلق الفارق. اليوم خوسيلو يقدم الإضافة، إبراهيم دياز يقدم الإضافة. حتى في المباراة اللي كانت يعني لما أصيب فينيسيوس في عمليات الإحماء في المباراة قبل الماضية كان سيعتمد على خوسيلو واعتمد على إبراهيم دياز، دخل وسجل. هذا يؤكد إلى أي مدى القوة الذهنية كبيرة عند لاعبي ريال مدريد. وهذا ما صرح به كارلو أنشيلوتي قبل المباراة، وقال حتى لو غاب جود بيلينغهام نحن يعني قادرون على الفوز. أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من الرباط، الإعلامي الرياضي حمزة شتاوي، شكرا لك. إلى هنا مشاهدينا.